تعال نتكلم شويه عن الكاستمر. الكاستمر ده في معادله دايما انا بسميها شباب معادله المندوب، اللي هي لازم تفضل قدام عينيه طول الوقت، اللي هي شغله كله فيها. المندوب بيشتغل علشان يحول ايه لايه؟ البروسبكت لايه؟ الادفوكيت. لا، لكاستمر الاول. لكاستمر. طبعا مراحل الادفوكيت دي مرحله مهمه جدا، لكن انا هدفي ايه؟ الشركه بتديني بروسبكت ليست، بتقول لي يا عم دول ناس عندها النيد للبرودكت، عايزاك تنزل تشتغل معاهم، تقنعهم بالبرودكت بتاعنا ان هو اكتر برودكت سيوتابل بالنسبه لهم، وبالتالي الناس دي تبقى بروسبكت لينا، تبقى سوري كاستمر لينا وعميل لينا. فانت المعادله اللي شاغله عينيك طول الوقت ان ازاي احول البروسبكت لايه؟ لكاستمر. طيب ان كيس ان انت فشلت تحول البروسبكت لكاستمر، هو هيغلب؟ لا، هو هيحل المشكله بتاعته من شركه تانية ببرودكت تاني وهيساتسفاي النيد كده كده، بس هيفضل بالنسبه لك انت ايه؟ بروسبكت. طب بالنسبه للشركه التانية بقى ايه؟ كاستمر. صح كده؟ طيب اي معادله في الدنيا بتحتاج حاجات علشان تحققها، اكشنز. ايه الاتنين اكشن الاساسيين في شغلي اللي بيحولوا البروسبكت للكاستمر؟ حاجتين بتعملهم طول الوقت. ايه هما؟ واللي مبني عليهم السيلينج سكيلز كلها بالمناسبه يعني. اول خطوه انك تعمل ايه؟ يبقى عندي نوليدج بالبرودكت بتاعتي. كل دي مكملات. البروسبكت اللي انا عايزه احوله لكاستمر. صح. انت هتقولي ستيبس كتير قوي، بس انا عايز اقول لك كل الستيبس اللي انت هتقوليهم يا مارينا هم عباره عن تو ستيبس اصلا. واحده انك تعرف النيد بتاعت الكاستمر ده ايه، الحاجه الثانيه انك تو ساتسفاي النيد دي. ده كل السيلينج سكيلز، ان انا ازاي اجيب البروسبكت بتاعي واحوله لكاستمر عن طريق ان انا اديسكفر النيد بتاعته واعمل لها ساتسفاكشن. ادي كده قصه كل السيلينج سكيلز. هناخد بقى مثلا تلت الكورس ده عن النيد وازاي نعرف النيد وازاي نطلع النيد والكلام ده كله، والباقي ازاي نساتسفاي النيد دي. كل السيلينج بروسيس اللي انت بتعملها وتقنع وتقول وتابروتش علشان تعمل ايه؟ علشان تقنع الكاستمر بان البرودكت بتاعك مش افضل برودكت في العالم، ده اكتر برودكت سيوتابل ليك يخليك تحل المشكله دي. يبقى حد كده بقى يكونكلود كده، ايه المعادله بتاعت المندوب اللي احنا شغالين عليها؟ معادله المندوب ان انا احول البروسبكت للكاستمر. برافو. يعني احول عن طريق البروسبكت للكاستمر. ممتاز. الحاجه الثانيه اللي هي اهم حاجه اني انا اعرف اللي عند اللي قدامي ازاي اعمل لها ساتسفاي، اعمل لها ساتسفاكشن. عظيم جدا يا مارينا. طب سؤال بقى بالمره كده واحنا ماشيين بندردش، هو انا لو حبيت اعرف النيد بتاعت اي حد اعرفها ازاي؟ اعرفها ازاي؟ عايز اعرف النيد. ما احنا قلنا كل اللي جاي في السيلينج سكيلز، كل اللي جاي هو عشان الكلمتين دول، المعادله دي. فتعالى نعرف بالراحه، هو انا ازاي اعرف النيد بتاعت حد؟ يعني الدكتور اللي بيكتب بريسكريبشن وعنده مشكله معينه او انديكيشن معين، انا ازاي اعرف النيد بتاعته؟ عن طريق الفيدباك. برافو. هما حاجتين، وعن طريق حاجتين ما لهمش تاني. تاني. ان انا ادخل معاه في ديسكشن. الله عليك يا هشام، الله عليك، الله عليك. حلو حلو يا اروى، جميل. انتوا اللي بتقولوا اهو الكورس. اول خطوه ان انا كل ما اسال عنه واقدر افهم اسلوبه والبيهيفير بتاعه واخد فيدباك عنه، هقدر افهم بشكل مبدئي ايه النيد بتاعته. وليكن مثلا سالت في صيدليه، فالصيدليه قالت لك بيكتب الحاجات الغاليه، بقى في نيد هنا. ده ما بيكتبش الا براند، ففي نيد هنا. ده بيحب يكتب الحاجات قوي اللي هي الامبول بس وبتاع، ده مش فارق معاه كذا. بس مش الصيدلي بس هو الريفرنس بتاعك في الفيدباك، ممكن الصيدلي، ممكن حد من الكومبيتيتورز او المنافسين بتوعك في الماركت، او حد من اللي هم اندايركت كومبيتيتور، او الناس اللي هي مندوب في شركه تانية مش كومبيتيتور ليك اصلا، وممكن يبقى مديرك ريفرنس، وممكن تسال عنه السكرتيره بتاعته، وممكن تقعد يكون عندك اوبزرفيشن وتعرف هو من الاوبزرفيشن دي هو بيكتب ايه والبريسكريبشن بتطلع ايه والكلام. انا لسه ما قابلتوش، بس كل الفيدباك اللي انا عملته ده وصلني
لتقريبا دماغه فيها كذا. ده النص الاول بتاع شغلنا. طب افرض انا عايز افاليديت المعلومات اللي عندي من النيدز دي، اعمل ايه؟ اعمل بقى زي ما هشام بيقول، ابدا ابروب اعمل بروبنج مع الكاستمر دايركتلي، وابدا اساله هي ايه المشكله اللي بتقابل حضرتك؟ طب دي عيوبها ايه؟ طب دي مزاياها ايه؟ فانا كده بعمل ده كله عشان اطلع الايه؟ النيد. خلصنا بقى المراحل دي، تدخل العامل الثاني اللي هو الساتسفاكشن. نبدا بقى نقنع ونقول فيتشرز وبنفيت وهاندلنج وناخد كوميتمنت عشان نقنع. يبقى انت شغال على الحتتين دول طول الوقت، يا اما بتديسكفر نيد يا اما بتساتسفاي النيد ديت عشان تحول البروسبكت للكاستمر. طيب ايه الفرق بين البروسبكت والكاستمر؟ اللي بيجرب البرودكت او اللي هو مثلا عجبه البرودكت بس لسه ما كتبوش، ده بروسبكت ولا كاستمر؟ ده ايه؟ ده بروسبكت صح؟ اللي كتب البرودكت حلو. يبقى الكاستمر بيبقى كاستمر امتى؟ وانس ان هو استخدم البرودكت بتاعك. الليسته اللي معانا دي اللي بناخدها على برودكت لونش اسمها بروسبكت ليست ولا كاستمر ليست؟ اسمها بروسبكت ليست. بروسبكت ليست ليه؟ علشان هي كلها عدد من العملاء المحتملين اللي احتمال انجح معاه ويبقى كاستمر واحتمال لا، فدي اسمها بروسبكت ليست. طيب سؤال بقى بالمره كده واحنا ماشيين عشان المعادله تكتمل صح. يعني هو طالما انت هتحول البروسبكت لكاستمر مش لازم في الاساس تعرف تجيب البروسبكت صح؟ اجيبه منين واجيبه ازاي؟ دي خطوه وستيب كامله هنعملها مع بعض اسمها بروسبكشن، ازاي تجيب البروسبكت بتاعك. طب ايه الفرق بين البروسبكت والليد؟ حد سمع كلمه ليد قبل كده؟ يعني انت لو بتعمل اد حتى على الفيسبوك ولا اي حاجه يقول لك ايه؟ جنريشن ليد، اللي هو جنريت ا ليد او ليدز. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الفرق بين الليد والبروسبكت؟ الليد اي حد عنده نيد للبرودكت بتاعك، اي حد عنده نيد، يعني اي حد بيشوف الانديكيشن اللي انت بتزوره وعنده البيشنت ده اسمه ليد. امال مين البروسبكت؟ هو الليد بس بعد ما تعمل له عمليه كواليفاينج وتتاكد ان هو فعلا تنطبق عليه الكرايتيريا والشروط، فينفع احطه في الليست عندي علشان ده يكتب لي. وليكن مثلا انا بقول لك عايزين نزور دكاتره بديه، فانا عندنا 300 بديه، عايزين ناخد من ال 300 دول 100. ال 300 دول ليد صح؟ ليدز كلهم اي حد فيهم ينفع يكتب البرودكت. انت هتسلكت من الليدز دول عن طريق ان انت تكواليفاي بحاجات معينه علشان تقول انا هشتغل على ال100 دول، ال100 دول بالنسبه لك بروسبكت. طب هل في شروط معينه لعمليه الكواليفاينج دي علشان تخلي الليد يبقى واضح ان هو بروسبكت؟ في شروط، في 5 شروط. انا في البيزك ليفل مش عايز اصدعك بيهم دلوقتي، بس عايزك تعرف ان من اهم الشروط اولا تتاكد ان النيد موجوده، الثانيه ان يكون عنده البرشيزنج باور. لكن هم 5 شروط معروفين جدا علشان نكواليفاي البروسبكت الليد ونخليه بروسبكت. واحد يقول لي ازاي يعني؟ ازاي عنده النيد وما ازاي ما حطوش في الليسته؟ انت حضرتك معاك وايتنج كريم ب 700 جنيه ودكتور عنده بيشنت عندهم دارك سبوتس بيحتاجوا وايتنج كريم، هم عندهم النيد ولا مش عندهم النيد؟ يعني هم محتاجين برودكت يخفف الدارك سبوتس دي يكون وايتنج كريم ولا لا؟ محتاجين. هم كده ليد ليد. طيب هل ينفع يبقى بروسبكت؟ طيب بدور في المكان ده لقيت ان اقصى حاجه تندفع في المكان ده 40 جنيه، انا برودكت بتاعي ب 700 جنيه والبرشيزنج باور قليله، وده مستوصف خيري اصلا كشف رخيص فبيأتراكت الناس اللي هي اللو برشيزنج. هل ده ينفع اخده احطه في الليست واقول ده بروسبكت ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. ليه بقى يا علا ما ينفعش؟ علشان هم عندهم البرشيزنج باور بالظبط، بس عنده ليه؟ بس عنده نيد. عنده النيد، عايز وايتنج كريم بس بتاعي مش هينفع معاه. ولا ياخد التاني اللي هو الكي او ال اللي كشفه غالي اللي الناس كلها بتروح اللي بيدور على براند وحاجات غاليه، هو ده بقى البروسبكت بتاعي. يبقى هو ده البروسبكت بتاعي.
دي عمليه هنعملها مع بعض اسمها بروسبكشن. فلازم لازم نفرق مع بعض بين الليد اللي هو احيانا بنسميه سسبكت، وبين البروسبكت، وبين الكاستمر. دور الاساسي ان انا اعرف اخلي الليد يبقى بروسبكت. الحاجه الثانيه احول البروسبكت ده لكاستمر بيشتري البرودكت بتاعي او بيكتبه، عن طريق ان انا اتعب شويه في ان انا افهمه وافهم النيد بتاعته. والحاجه الثانيه اتعب شويتين علشان اساتسفاي النيد اللي عنده دي واقنعه بالبرودكت بتاعي. بعد كده احافظ عليه واكبره واخليه ادفوكت. صعب الكلام في حاجه؟ حد عنده اي سؤال؟